في ليلة كانت كل العيون على ملعب رادس، فجأة عملاق مصر النادي الأهلي بيتعثر قدام الترجي التونسي. وده خلى كل مشجع ومحلل يسأل سؤال واحد مهم جدا: هو إيه بالظبط اللي حصل غلط؟ تعالوا بقى نفصص الماتش ده ونشوف إيه اللي كان بيحصل في الكواليس. وشوفوا التحليل اللي معانا بيبدأ إزاي، بجملة بصراحة سينمائية قوي: الأهلي سقط في رادس بفعل فاعل. يعني من أولها كده الموضوع مش تحليل ماتش كرة عادي، لا ده كأنه تحقيق في قضية. طيب عشان نفهم الحكاية كلها هنمشيها واحدة واحدة. الأول هنتكلم عن التحكيم والجدل اللي حصل عليه، بعدين هنروح للمدرب وأخطائه اللي بيقولوا عليها، وندخل جوه الملعب نفسه نشوف مين كان نجم ومين خيب الظن، وفي الآخر خالص هنبص للمستقبل لتحدي ماتش العودة. يلا بينا نبدأ بأول نقطة، أو زي ما التحليل بيقول أول فصل في القصة دي: خسارة بفعل فاعل. وهنا التركيز مش على الترجي خالص، لا، التركيز على إزاي الأهلي بنفسه هو اللي فرط في فوز كان في المتناول. أصل خيبة الأمل هنا مصدرها مش بس النتيجة، لا، مصدرها إن فريق بحجم الأهلي كان المفروض يكسب الماتش ده وهو حاطط رجل على رجل. التحليل بيقول إن الترجي كان فريق عادي جدا ومتواضع، وإن الأهلي لو بس في حالته كان خلص الماتش ده 2 أو 3-0 مستريح. بس لحظة، هو الأهلي كان بيلعب لوحده في الملعب ولا كان في عوامل تانية بتلعب دور؟ هنا بقى بيظهر اسم بطل الجدل الأول في الماتش ده: الحكم. عملت قصة لوحدها، والناس كلها ركزت على نقطتين بالذات. أول حاجة ضربة جزاء الترجي، هي صحيحة بس توقيتها نفسه كان عليه 100 علامة استفهام. بس الأخطر من دي بكتير، واللي فعلا ممكن تكون غيرت كل حاجة، إنه طنش تماما ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس للأهلي، والنتيجة لسه 0-0. طب بصوا معايا على التسلسل الغريب ده عشان نفهم ليه القرار كان عجيب قوي. الفاول حصل جوه منطقة الجزاء، تمام؟ اللعب كمل عادي جدا والأهلي مسك الكرة مرتين، وبعدها بدقيقة ونص تقريبا فجأة كده الفار يقول للحكم تعالى شوف. التوقيت ده بالذات هو اللي خلى الناس تقول لا، في حاجة مش مظبوطة. طيب، بعيداً عن صفرته كان في صفرات إنذار تانية خالص جاية من على خط الملعب. هنا بقى لازم ننقل الكلام من العوامل الخارجية للمشاكل الداخلية، للقيادة الفنية وللراجل اللي كان حرفياً تحت النار: المدرب. الجمهور لدرجة اليأس سماه اسم ساخر، تروب. يعني خلاص الاسم ده لوحده بيحكي قصة كاملة عن حالة الإحباط من قراراته. التحليلات وصفت اللي بيعمله بأنه عك مستمر، مفيش فايدة. الفوضى التكتيكية دي كانت باينة في كذا حاجة. أولاً، محدش كان فاهم أدوار اللعيبة الأساسية في الهجوم إيه بالظبط. زيزو وتريزيجيه تايهين. ثانياً، متهم إنه بيلعب بنفس الأسماء وخلاص، اللي في فورمته واللي مش في فورمته مش فارقة. والضربة القاضية بقى كانت التغييرات، تغييرات كارثية حرفياً، وفشلوا التام إنه يلاقوا أي حل لمشكلة المهاجم. يعني الفريق ببساطة نازل يلعب بأسماء بالحب كده من غير أي خطة. طبعاً كل الفوضى التكتيكية دي كان لازم تنعكس على أداء اللعيبة في الملعب، وزي ما كان في تخبط كان في كمان قصص فردية. كان في أبطال، وللأسف كان في اللي خذلوا الفريق. الأداء كان ماشي في اتجاهين عكس بعض تماماً. وخلينا نبدأ بالجانب المشرق، اللاعب الوحيد اللي الكل أجمع عليه، بطل الماتش بلا منازع. الراجل ده لولاه كانت الحكاية خلصت بنتيجة تانية خالص. شايفين الرقم ده؟ 2. ده أقل تقدير لعدد الأهداف المؤكدة اللي مصطفى شوبير شالها لوحده، يعني هو اللي أنقذ الأهلي من هزيمة كانت محققة. وهنا بقى بنشوف التناقض اللي يوجع القلب. في ناحية عندنا البطل مصطفى شوبير، وفي الناحية التانية عندنا محمد هاني اللي التحليل وصف أداؤه بالكارثة. يعني في الوقت اللي شوبير كان بيشيل الفريق على كتفه، هاني كان بيقدم ماتش سيء جدا، عمل غلطة فادحة، وفوق كل ده كان متهور لدرجة إنه كان ممكن ياخد كارت أحمر. وده كله بيرجعنا للمشكلة الأزلية، المشكلة الأم في الفريق ده: الفراغ في مركز المهاجم. وكل العك التكتيكي بتاع المدرب فشل إنه حتى يداري عليها. الموضوع أكبر من مجرد نقص مهاجم، التحليلات بتوصفه إنه فضيحة لإدارة النادي والتعاقدات. طيب، بعد كل الكلام ده القصة لسه ليها بقية. الفصل الأخير لسه هيتكتب، بس المرة دي في القاهرة. ماتش العودة اللي شكله كده مش هيكون مجرد ماتش كورة، لا، دي معركة حقيقية ومليانة تحديات أصعب. الصورة كده بقت واضحة جدا. أكبر مشاكل الأهلي في ماتش العودة هي مشاكله هو، نفس المدرب بنفس التخبط التكتيكي، نفس أزمة إضاعة الفرص والعجز عن التهديف. وفوق كل ده هيلعب من غير جمهوره اللي بيمثل 90% من قوته، ضد فريق أكيد هينزل يرص أتوبيس في الدفاع. يعني بصراحة التحدي صعب وصعب قوي. وفي الآخر بنسيب السؤال ده يطرح نفسه، وهو اللي بيلخص كل الحكاية. في ظل غياب المهاجم والمدرب اللي عليه كل علامات الاستفهام دي، هل الأهلي فعلا هيقدر ينقذ موسمه؟
هل المهارات الفردية ممكن تتغلب على المشاكل التكتيكية والإدارية دي كلها؟ الإجابة هنعرفها كلنا قريب.